بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة للجميع. أنا أطل عليكم للمرة الثانية لأوجه لكم الدعوة الخاصة بانطلاق فعاليات تظاهرة كتاب رفيقي في عطلتي في طبعتها الثامنة لهذا العام 2022. الانطلاق سيكون غدا إن شاء الله الاثنين 26 ديسمبر 2022 بداية من الساعة 10 صباحا بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، هنا في فضاء المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية في الساحة الخارجية للمكتبة، أين سيلتقي الأطفال بورشات ورشة القراءة والتلخيص والإبداعات الأدبية وورشة كذلك الرسم والخط العربي، مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية التثقيفية الهادفة ومفاجآت للأطفال خاصة وهم في العطلة المدرسية الشتوية. وبالتالي أوجه الدعوة لكل الأولياء والأبناء والبنات أنهم يشاركون غدا في انطلاق فعاليات هذه التظاهرة التي أعطيناها شعار هذا العام: القراءة هوايتي والمكتبة وجهتي. إذا نريد منكم ومن خلال كل من يشاهد ويسمع هذا التواصل وهذا الفيديو أنه يلتحق أو يوجه الدعوة للجميع للالتحاق بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وملحقتها بالشرفة والشرطية لمشاركتنا تظاهرة كتاب رفيقي في عطلتي في طبعتها الثامنة بشعار القراءة هوايتي والمكتبة وجهتي. وبالتالي هذه التظاهرة ستدوم من بداية من يوم غد 26 وإلى غاية يوم الثلاثاء 3 جانفي مساء، أين سيكون الاختتام هنا بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بتكريمات وتتويجات للفائزين في الورشات، وكذلك تكريمات لنجوم التظاهرة، بالإضافة إلى أنشطة متعددة ومفاجآت للحضور. إذن الدعوة موجهة للجميع دون استثناء: أدباء، شعراء، كتاب، إعلاميين، محبي القراءة والمطالعة والكتاب. نحن نوجه لكم الدعوة وننتظركم. معكم لنرتقي ونريد منكم أن تجعلوا القراءة هواية لكم والمكتبة وجهة لكم. تحياتي للجميع، مرحبا بكم.